بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم جميعا وبكل من زارنا وغادر. أهلا بالجميع، نتمنى تكونوا جميعا بخير وألف خير. نسأل الله لكم لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وعدتكم دائما حبيباتي غالياتي بالجديد. وعدتكم بالجديد، ومادام رانا في زمن الساندويتشات، ولادنا يحبوا دائما ساندويتشات خفيفة على الغداء ولا خاصة على الغداء. وتكون الوحده حيره واش دير مع هذا الغلاء. راح هنايا ندير لكم وصفه تاع ساندويتشات من اروع ما يكون. بالنسبه للعجينه واش عندنا زوج بيضات، كاس حليب، كاس ماء، ربع كاس زيت، ملعقه خميره، ملعقه سكر، ملعقه ملح، وملعقه زبده، وواحده خميره الحلويات. رايحه تعطينا العجينه ما شاء الله خفه كالقطن. ديري بها واش حبيتي. عندي نكب الماء، كاس الماء وكاس الحليب، ملعقه الخميره، ملعقه السكر، نزيد الزيت، نضيف الزيت ونضيف البيضاء وبياض بيضاء، اما الصفار نخليوه من بعد للطلي. رايحه تجي ساندويتشات ما شاء الله. يعني بعد نزيد نكتب لكم الوصفات في صندوق الوصف، نكتب لكم المقادير عفوا في صندوق الوصف. هنا نزيد شويه مغرور ملعقه ولا زوج ولا ثلاثه تاع خفارينه، نخلطها نذوبها مليح، نغطي عليها ونخليها تخمر مدة 10 دقائق. هذا السر هذا تاع هذا السوائل اللي نخليها تخمر مدة 10 أو 15 دقيقة هو السر الأول في نجاح الحلويات والعجائن بيتزا أي كانت. لأن الخميرة كيما تطلعش تجي حاجتها معجنة ويابسة مهما تعجني مهما تطريها. هنا عندي صفار البيضاء، زدت عليهم مباشرة شوي قهوة، ولا لا عندك، لا ما عندكش القهوة شوي حليب، ما عندكش الحليب شوي شوكولاتة عطر او كاكاو، ما عندكش هذو تقدري ديري شوية طماطم مصبرة. هذو رايحين يعني نحيو ريحة زفارة البيض، ورايحين يعطيوني لون رائع للمعجنات نتاوعي. نغطي عليها نخليها تخمر. من جهة أخرى جبت المقلة نتاعي، عندي طرف دجاج سكالوب، تقدري تشري من 20 حتى ل 25 يدير لك هاد الساندويتشات كامل، لانه للبنه برك مادام الغلا نعرفو كيفاه. هنا جبت من حبات من البطاطا، نقشرهم نقطعهم دوائر باه نحطهم يتقليو. مجرد ما درت البطاطا لقيت الخميره نتاعي ديجا طلعت. هنا نخدم اون باراليل، يعني نخدم حاجه بحاجه، الحوايج يكون نبداهم شوي شوي واللي توجد نروح ليها. نحكم هنايا العجينه السائل تاعنا، نزيدوا الفرينه حتى الحصول على عجينه طريه لا تلتصق، طريه. كي نتحصل على عجينه طريه نقعد نضيف. ما نعطيكمش مقادير الفرينه، مقادير الفرينه انت اللي تتحكمي فيها، انت اللي تسوالفي تخدمي بها. نعطيكش كيس زوج. هنايا عفوا راني نسيت الملح والخميره، ما يهمش، نعاود ندخلهم فيها عادي بس العجينه طريه. ونحط عليها ملعقة الزبدة ونغطي عليها ونخليها تختمر للمرة الثانية. من جهة أخرى هنا رايحين نخدموا عصير رائع طبيعي صحي ما شاء الله. عندي 3 حبات بطراف باللغة تاعنا أو شمندر، نقشروهم نغسلوهم. حبات زرودية نص رطل نقشروهم كيف كيف. عندي 3 حبات صغار هنايا منديرينة وزوج قارص، حبيت ندير النكهة حطيتهم بجنب، قطعتهم وحطيتهم بجنب. هنايا البطاطا قطعتها، وليت العجينه تاعي هنا تغافصك الخدمه من حاجه لحاجه. لقيت العجينه تاعي طلعت، رايحه ندخل فيها الزبده. دوك ندخل فيها الزبده وفي نفس الوقت البطاطا هاني قطعتها حطيتها تتقلى، وفي نفس الوقت البيطراف قطعته هو والزروديه والقشور تاع التشينه والقارص حطيتهم في كوكوط يطيبوا يغليو. دوك هذوك القشور تاع التشينه ما تقوليش يجيو مرين، يجيو ما شاء الله راهم في البلدان منه من يخدموا بهم معجون. لان القارص والتشينه راي فيك يا خالق ربي فيها العجب داخليا وخارجيا، يعني في القشره تاعها. حطيت القشور مع هذوك البيطرافي طيب والزبده وعصرتهم الجو تاعو خليته حطيته في الثلاجه من بعد يجيني الجو بارد. هنايا جيت للعجينه تاعي شكلتها دوائر. هنايا نحكم كل دائره نحلها دائريا، ندير نمسحها بشوي زيت ونديرها على ربعها على شكل بورتوفي، ونضغط على الجهه هذيك السفليه اللي مغلوقه.
نخدم جزء هكذا على شكل بورتوفي. هنا من بعد الشكل هذا تحشيه باه حبيتي كيشير سلاطه ديريه لولادك بالشي اللي عندك في البيت نتاعك. هنا الجزء الثاني نقسمه على اثنين. يعني حنعطيك اشكال من المعجنات من المخبوزات، وانتي من بعد تخيلي الشكل هذا يجوا في رمضان غدوه صغري لهم الحجم نتاعهم برك وصغري لهم الحجم يوم مع البوراك. نعرفوا باللي احنا الطابله تاع الجزائريه دائما البوراك ما يخطيناش، يا البوراك يا ميني بيتزا يا مع الشربه لازم لنا حاجه. هذه الحوايج من بعد في رمضان يجيوك ساهلين تخدم مع الصباح وفي الليل تحشيهم مع العشوة تحشيهم. هاو هنايا هذو ندخلهم طول الفرن، ما نخليهمش يخمروا. هذو نمسحهم بالصفار اللي خدمت، ندير شويه سنوج او جنجلانيه او واش تحبي من الحبوب، ندخلهم يطيبوا. هنا ندخلهم يطيبوا ونتم الحبيت الاخرى. هنا الحبيت راح نديرهم دي باكيطات صغار ونحشيهم يجيو تحفه ثاني. هنايا نحل العجينه اسطوانيه ونرولي واللوظ ومع الاخر نلظوا لها الحاشيه نتاعها ونكسلها مليح نرقق لها الجوانب ونحطها في البلاطو. هذا الخبيزات لازم يخمروا، تسمى في الوقت هذاك اللي راهم يطيبوا انا هذو نخليهم يخمروا. كي يخمروا ندهنهم ونحطهم يطيبوا باه يجيوني خفيف الحشو نتاعهم. هاما هنايا زعما هذو مام كي ديري دوك تتعبي هكذا وديريهم كغداء رايحين يشبعوا الوليد يشتيوهم الولاد. ولادنا دوك الله غالب مع المظاهر اللي راهم يشوفوا برا مع الحوانت اللي يعقبوا هما الزوج الجميع يعني يسخفوا برا الغلاء. تشري زوج حوايج تلقاي روحك ما قعد لك والو، الشهريه راحت. بصح كي ساعة تخدمي حوايج هكذا بعجينة بسيطة فيها زوج بيضات فيها شوي حليب، يفضل لك الحليب يوم على يوم هكا لمي في كيس وخدمي بيه حاجة. ساعة خبيزات، ساعة ديري بيه الكسرة، ساعة ديري بيه المطلو، ساعة ديري بيه خبيزات محشيين كيما هاد الخبيزات تقدري تحشيهم بالفرماج، تحليهم هكا وتحشيهم بالفرماج تسكري عليهم وطيبيهم مع الشربة حطوها في رمضان مع ما شاء الله تعطيهم الأولاد وحدهم فيهم فائدة، تعطيهم قوتي الأولاد فيهم فائدة. يعني حنعطيك قداهن فكرة هنايا تحشيهم بأي ما حبيتي. تحبي تحشيهم هما هكا بعجين وطيبيهم بأي حشو بصلة تشكشوكة وطيبيهم. تحبي تقلي شوي بطاطا وتكسري عليها شوي بيض هكذا وشوي طماطم وتحشيهم وطيبيهم ثاني ما شاء الله. الحشو يبقى اختياري ويبقى كل واحد والقدره نتاعو. انا هنايا كان عندي زعباس كاروب شيتو ب20,000، كان طرف عظام هكذا فيه شوي نوعها كان في الثلاجة. انا تفكرت درت ما لقيتش اللي يشيل الخبز درت لهم قلت نصورهم لكم. هنا البصله هذه تاع الشلوض ولا تاع الذيول ولا تاع المطارق هذه كيما نقولوا، اللي راهي تجي الماكله تاعها روعه ما تطلقش معها. بصح تجي مع المحاجب، تجي مع الكسره المحشيه، تجي مع المخبوزات، تجي ما شاء الله. انا هذاك الدجاج ديجا كان حمر لي، انا هنايا نقطع في البصله رونديلات باه نخدم الحشوه نتاعي. هنا قلت لكم بالفرق بينها وبين الاخرى تجي زاكيه، اما هذه تجي بنينه ما تجيش زاكيه صح وما تطلقش الماء. بصح ماكلتها تجي البنه نتاعها رائعه، خاصة في المحاجب ما تطلقش معها، في المخبوزات ما تطلقش معها، تجي روعة. وفي بنتها تجي ما شاء الله. نقطعها هنايا طرف ونجيب الدجاج كسايت كلي راهو طابلي نقطعو. هذه نقلبها في المقله وين كان يطيب الدجاج في ذاك في الزيت هذاك والماء اللي طلق الدجاج تاعي نحط البصله نتاعي ونجبد هذاك الدجاج نفتوه طرف صغار باهي. هنا البطاطا راني قليتها وجدتها دوك من بعد نشوفو كيف نميلونجيو الميلونج تاعنا. هنا الدجاج حكمتو قطعتو طرف صغار دوك يتخلط مع البطاطا ومع البصله يولي يمد البنه نتاعو والطعم نتاعو والناس كلهم وافراد العائله كل يديو شوي مش اللي عنده هنا بزاف يدير، اللي عنده مرقاز يدير، اللي عنده كفته في بلاصتها يدير، اللي عنده سكالوب يدير، كل واحد والمقدورات نتاعو. اللي عنده طون يدير. هنا زوج حبات بطاطا كبار طماطم قطعتهم هلالات دوك نحطهم مع هذيك البصله ما نخليهمش يطيبوا. هنا الخبز لقيتو خلاص طلع ما نخليهش يفسد، لا نحكم نبدا به هو الاول ندير له الباية الصفار وندير له السيوج ندخلو وانت مخدمتي. هنا روتين تاع ساعه ونص يكون فطورك
يكون فطورك ولا غداك ولا واجد، تدخلي للكوزينه ماشي ترتاحي مع حاجه فريده وتسهيل اخرى، لا، نبدا بحاجه، نبدا بتاع التخماره خمره، ومن بعد نروح تاع القوليان نحطهم، ومن بعد نروح لي في الكوكوطه تاعنا منهم نحطها، ونولي اللي مستلزم اللي وصل الوقت ونروح ليه، اللي وصل الوقت ونروح ليه، من تعقب ساعه ونص نلقى فطوري فوق الطابله واجد. هذا يعني راهي نصيحه لكل مبتدئ. هنايا يعني جبت الخبز تاعي لقيتو طاب، هنايا لقيتو طاب نخليه نوكلتو نغطي عليه برد، ومن بعد نولي ليه. هنا شوفوا الطماطم خليتها طريه، تما طلقت معها طابت نص طيب وسكرت عليها، مانيش حابه الحشو يجيني يابس الحشو. هنا عندي طرف من الفرماج رايحه نديرو، لانه الفرماج يعاون في البنه، كيعود الدجاج قليل، الدجاج الفرماج والبيضه يعني يمدوا بنه الساندويتشات. هنايا شوفوا الطابل الخليط هذاك اللي خطيت منه الجزر ولا القرنه ولا البيطراف والقشور، هذا الاول هذا تاع القشور نحيتهم وحدهم وميكسيتهم، شوف القوام تاعهم كيفاه جا، الجو تخدمي به، الجو تخلطيه للجو اللي عصرتي، تزيدي الماء والقاسي يولي الجو هايل، تكذبي خاطرش طاب في الحليوه تاع البيطراف. هنا البيطراف والزروديه وحدهم، شوف نحيت كي طابوا معي القشور نحيت تروح لهم هذيك الريحه اللي تجي لاريير قوه داك اللي تجي في البيطراف. هنا راهو عصير طبيعي رخيص صحي ما شاء الله. وهذا الزوج طيصان هذو تخدمي بيهم 3 ايام 4 ايام كي والو، حتى الاطرتين انتي والخفه اللي تحبيها، وراهو الصحي يعني ما شاء الله. هنا ها مادام العصير الداخل موش حيمد لنا بزاف العصير. هذه الكميه هذه نحيتها من 3 حبات تشينا وزوج حبات قرص. بصح دوك نخلط كاس تقريبا كاس من تاع البيطراف وكاس من تاع القشور، ونضيف السكر ونضيف الماء بارد والميكسي يجيني عصير رائع. اما الباقي نحتفظ به في الثلاجه لحين الاستعمال، مثلا غدوه نزيد ندير واحد نخدم به، غير غدوه نزيد نخدم به كي يخلص لي، والمره الجايه ندير داني درت لكم تاع الكابويه، درت لكم مع في الفيديوهات اللي قبل، رائع رائع رائع. ومادام كاين القارص وتشينا ما طيشوش القشور حطيهم في كي تعصري حطيهم في الكونجيلا فيش كان في الكونجيلاتور تحتاجيهم هام كي يطيبوا يديروا عصير. هاي هنايا نخلط شويه من تاع البيطراف، دوك نزيد نخلط من تاع التشينا من تاع القشور، قلت هاش في القشور كيف كيطيبوا الزبده ويك المراره كل تروح لهم، ما ترميوش القشور راهي فيها فائده عظيمه. هنايا هذوك نضيف له السكر حسب الرغبه، كاين اللي يحبوا حلو بزاف كاين اللي ما يحبوش حلو، ونضيف له الماء باه نخفو داكش من بعد يولي يزيد يجبد يثقل، وتحطيه في الثلاجه خير من كوكتيل رائع رائع، خير من اللي تروحي تشريه من برا. احيانا نضطروا نكونوا عيانين نكونوا ندزو نشريو، لان ماكولاتنا عود نشريو ناكلوا العجائن بالعصائر ما يعقبوش يجيو واعرين في السريط نتاعهم. تسمى هنايا لازم لهم عصائر. كي تعود الوحده تحطي الفارغه هكا قاعده في دارها، تحطي لك شو طيبيهم مع الصباح، توجدي العصير وحده مع الصباح والله مع العشوه، حطيه في الثلاجه ديري به 2 ولا 3. هنايا هاهم الباكيطات هذوك، هنايا هذو شويح معرولي من الفوق نسيتهم نتيت نخدم منها نسيتهم شويح معرولي، بصح يتاكلوا حمر برك ماهمش يعني محروقين. هنايا دوك نخليوهم نغطيوهم نخليوهم يبردوا شوي، ومن بعد نجيو للحشو نروحوش طول. هنايا هام كي نحلو هذو مادامنا درنا لهم الزيت يجيو كي البورتوفاي هذو ولا هذو تحشيهم به حبيتي. هنايا الحشو تاعنا انا كنت خلطت البطاطا مع هذيك البصله والطماطم والفلفل هذاك اللي فتت، اللي تحب الهريسه انا ما كانتش موجوده عندي، دير في جهه دير مايونيز وهريسه، وفي الجهه دير الحشو وفي جهه دير السلطه، يجي والله قمه في البنه ولا في طريقه الاكل تاعهم ولا في الشبيه. هادو غدوه هادو لي بورت هادو اللي طوال هكا تقسميهم صغار ديريهم في رمضان قمه، يعاونوا مع الشربه شوي يجي طبيعي والله قازوز فطور رائع اللي يغليو على رواحهم. والله غير تعرفي كيفاه تمشي تسيري ديري حاجه بسيطه ورائعه في البيت تاعك ويغلب ب20,000 سكالو ب20,000 كيف تنخدم غدامها ما شاء الله.
ودائما كما نقولوا بسم الله اولا والحمد لله اخرا. كي يقول الانسان الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، راح يغفر لك ربي جميع الذنوب نتاعك ولو كانت مثل زبد البحر. لا تنسوا مساعدتي بكومنتير مليح، بجيم، بارطاج، باش تطور القناه تاعي ونقدر نمد لكم الاكثر فالاكثر فالاكثر. جاي رمضان، جايين الايام نمد لكم حوايج بسيطه، ما تخافيش من الغلاء مره باذن الله الواحد القهار. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. صلوا على خير البريه صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الدعاء لاخواننا في غزه ان ينصرهم الله ويثبت اقدامهم ويرحم موتهم. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الى لقاء اخر ووصفه اخرى باذن الله تعالى، وما توفيقي الا بالله العلي العظيم.